عايز طريقة احلى نوتيلا ممكن تاكلوها في البيت، لا القوام مظبوط كمان والطعم خرافي، اقتصادية جدا، حلوة للمدارس. اولادكم لو دقوها مش هيخلوكم تشتروها تاني من بره. عايزة اقول لكم بكمية بسيطة جدا عملت نص جردل بالظبط من اللي بنشتريه بره، اللي احنا عارفين اسعاره طبعا، والطعم لا يقارن. اول حاجة في الخلاط عندي بحط نص كوباية من الحليب البودر، نص كوباية من الكاكاو الفاتح، نص كوباية من اللبن، ونص كوباية من السكر البودر. بحط عليهم كيس من اللي هو 3 في 1 نسكافيه بالبندق، يا اما بحط روح البندق براحتكم خالص. وببدأ ان انا اضرب. اول ما بلاقي المكونات امتزجت معايا بحط نص كوباية من زيت على زبدة، ممكن تحطوا زيت بس او زبدة بس براحتكم، بس انا عملت ميكس عشان الطعم يبقى حلو وعشان القوام يبقى حلو. بفضل اضرب فيهم، بنزل طبعا الخليط عندي. انا حطيت الجزء بتاع الزبدة، وبعد كده الزيت ببدأ اضيف شوية بشوية لغاية لما القوام بيتقل عندي ويبقى زي ما انتوا شايفين كده جميل جدا. طبعا لما بيبرد شوية بيكون اتقل من كده. هي وصفة سهلة كله في الخلاط بس نتيجة مبهرة. لو حابين اللون يبقى اغمق من كده ممكن تحطوا شوية كاكاو اسباني خام، بس انا بحب اللون يطلع زي بتاعة النوتيلا اللي بنشتريها من بره. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني في قناتي.